بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم بارك. شايفين دي الكتاكيت بتاعتنا اهي اللي صورتها معاكم. ده تاني يوم. شايفين اهو، يعني لسه في بقايا اكل، ومجرد ما انا فتحت قاموا كلهم. في مجموعه اهي اللي هناك دي طبعا كسلانه وبردانه، وفيهم اللي ايه بدأ اهو ياكل. اول ما فتحت الباب طبعا ما عندهمش اكل، لان ده الاكل ده يمكن من بالليل خالص. الميه خلاص اهي على وشك، العلف برضه قليل. هنحط لهم علف وهنحط لهم ميه، وهنشوف برنامج التحسينات بتاعتهم، فخليكم معايا. حطينا الاكل اهو ما شاء الله اللهم بارك. حتى اللي هناك اهم بدأوا يجوا واحد ورا التاني. شايفين ما شاء الله اللهم بارك اهم، حلوين يعني، وكلهم نشاط وحيوية اهم. طبعا انا زي ما قلت لكم استقبلتهم على ميه بسكر. بعد كده حطيت العلف، طبعا العلف بادي سوبر بادي 23%. اي شركة طبعا، قلنا اي شركة الواحد يعني متعود عليها وبناخد منها، هي دي اللي بناخد منها. طبعا الدفء اهم حاجة. انا كنت بصوا حاطة 3 لمبات، ادي واحدة اللي منورة، وادي التانية اهي، وادي التالتة. بس دول امبارح فرجعوا ما لقيتش ومش راضيين يشتغلوا، فانا النهارده هبعتهم لحد يشوفهم ويركبهم لي تاني، عشان لان طبعا اهم حاجه الدفء في الفتره اللي احنا فيها دي والسقعه دي. لازم الكتكوت يبقى دفيان وما يبقاش برد. لو برد الكتكوت هيتعب مننا، وممكن لا قدر الله يبقى فيه نافج عندنا كتير. لكن طول ما هو دفيان ومدفي كويس. شايفين الكتكوت الابيض اللي هناك ده اهو، اللي جاي اهو. الكتاكيت البيضة طبعا زهرة، والكتاكيت البلدي زهرة. تفرق يعني البلدي عن الابيض، حتى لو كان الاتنين لون واحد، بس برضه الابيض بيظهر ان الابيض تسمين، ومعروف ان حجمه بيبقى اكبر من التاني. مع ان عندنا والله هو في الكتاكيت البلدي ما شاء الله اللهم بارك فيه اللي حجمه كبير خالص اهو، يعني بالنسبة لفترة عمره يعني حلو خالص. وفي برضه اللي هو الصغير، فان شاء الله هنبقى مع ده ومع ده لغاية ما يكبروا بإذن الله. واحنا قلنا طبعا الكتاكيت دي هتلحق رمضان بإذن الله، يعني ممكن نذبح منها كده حتى لو مش في أول رمضان، نص رمضان أو آخره، كتاكيت البلدي. لكن البيضة طبعا مش هتلحق خالص. البيضة هتتاكل قبل رمضان بكتير يعني. لكن البلد إن شاء الله بإذن الله هناخد بالنا منهم، ربنا يبارك لنا فيهم إن شاء الله. وايه ونذبح منهم بسرعة. واللي هيقعد طبعا اللي هتقعد نذبح الديوك، واللي هتقعد طبعا الايه للبيض. وممكن برضو نذبح برضو منهم يعني، لان طبعا لما ما بنبقى عايزين طبعا لا يعني مش هتفرق معانا ديك او بربرة او برلينة يعني. شايفين الكتاكيت دول برضو ما شاء الله اللهم بارك. شايفين حتى اللي كانوا هناك سجعانين وبردينهم كلهم جم اهو. فاضل نحط لهم الميه ونشوف هنحط ايه على الميه. طبعا الدكتور البيطري لما بعتهم لي بعت لي معاهم برنامج اللي هو التحسينات، علاج التحسينات بتاعتهم او البرنامج، وقال لي تحطي ايه ده. فانا هبدا احط الميه دلوقتي وهوريكم هنحط ايه اول حاجه، وبعد كده هنستمر على ايه. خليكم معايا. ده العلاج اللي بعته لنا الدكتور زي ما احنا شايفين ده، اما فيتامين الف د 3 ه، وده مضاد حيوي اهو اسمه اكسفات. طبعا هو بعت لي ده بس لان انا كنت جايله له ما تبعتش غير الالف د 3 ه، لان انا عندي اللي هو الهي سيلينيوم ده او الاي زائد سيلينيوم، وعندي برضو املاح معدنيه اهو.
فطبعا ايه انا قلت له ده كان متبقي معايا من الفراخ البيضة الكبيرة اللي احنا اللي انتوا عارفينها وصورتها معاكم كتير. فطبعا قال لي اللي هو المضاد الحيوي ده. اول يوم طبعا استقبلنا على ميه بسكر. الصبح بقى نبدأ بالمضاد الحيوي نص معلقة على اللتر مية. انا حاطة هنا حوالي 2 او 2 واكتر، فهحط لهم معلقة. وبعد كده الكلام ده الصبح احط الصبح مضاد حيوي، واخر النهار احط نوع، يعني بالليل كده احط نوع من الفيتامينات دي. يعني الصبح حطيت من ده، بالليل احط من ده او ده او ده لمدة 3 ايام المضاد الحيوي. بعد كده بعد ال3 ايام اللي لمدة اسبوع احط الصبح نوع من الفيتامينات وبالليل نوع تاني. هحط الصبح نوع، يعني كده بالتناوب لحد ايه ما نخلص. ما نحطش ال3 مع بعض، نحط كله نوع واحده. فدلوقتي هنحط مع بعض المضاد الحيوي واوديهم. ده المضاد الحيوي معلقة اهي صغيرة، معلقة الشاي. هدوبها في المية واقسم المية دي على ايه سجايتين، لانهم هم لسه صغيرين، فمش هحط مية كتير علشان على اخر النهار يكونوا يشربوها. واحط ايه الفيتامينات. حطينا المية اهي قسمناها على السجايتين، كل سجاية فيها حوالي لتر. مش هحط كتير طبعا زي ما قلت لكم علشان خلصوه. بالليل احط تاني الفيتامينات. هيشربوا فيها طبعا. ايه نخلي بالنا ما نكترش ميه، وبرضو علشان ما يتبلوش نخلي بالنا من السجاية، نشوفها مش مسربة ولا اي حاجة، ربما تكون مايلة هتغرقهم. ولازم الدفا طبعا، وقلنا نفرش لهم التبن تحتيهم زي ما احنا شايفين اهم. الكتاكيت ما شاء الله عليهم كلهم نشاط وحيوية، ربنا يبارك لنا فيهم يا رب. وده كان الفيديو بتاعنا، يا رب يكون عجبكم. ولو كان عجبكم الفيديو ووصلتوا لحد هنا معانا، اللي مشتركش في القناة يشترك، واللي مشترك في القناة يدوس لايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.